مساء الخير ومرحبا بكم في قضية جديدة. قضيتنا لنهار اليوم من المغرب، وبالتحديد من مدينة سلا، بالضبط سنة 2009. تكون واحد الفتاة واسمها صفية، 24 سنة، اللي الأب ديالها متوفي وعايشة مع الأم ديالها والأخ ديالها اللي صغير منها ب4 سنوات، يعني 20 سنة في عمره. القضية تاع اليوم معقدة شوية، لازمها تركيز لأنه فيها تفاصيل كثيرة. صفية والأم ديالها وخوها عايشين في دارهم، ماشي دار الكرا. أم صفية بعد موت الزوج ديالها خرجت تخدم في شركات كمنظفة، وخدمت تاني في البيوت منظفة للبيوت. وصفية كملت قرايتها وتخرجت الدبلوم ديالها كان في الانفورماتيك. بعد ذلك بدات تحط لي سي في ديالها في الشركات، كاين تحوس على خدمة. صفية ما استناتش بزاف، لأنه واحد الشركة عيطت لها وقبلت أنه تخدمها. صفية من الشهرية الأولى اللي شدتها قالت لي ما خلاص، دوك انتي تقعدي في الدار، بلاصتك في الدار، ما عندكوش تخرجي، عيتي وخدمتي علينا، دوك جات دالتك، انا اللي نخدم عليك وانا اللي نتهلا فيك، واي حاجه تسحقيها نجيبها لك. ام صفيه اقتنعت بالهضره تاع بنتها وقعدت في الدار وحبست الخدمه في الديور. وبعد ما بدات بنتها الشهريه تاعها تكفيهم تعيش خوها وتعيش روحها ويماها. صفية تعرفت على عبر مواقع التعارف، تعرفت على سعودي، شاب سعودي، الجنسية 36 سنة واسمه زياد. صفية تعرفت على زياد وهو من عائلة ثرية في السعودية، وكان عنده شركة كبيرة تاع المقاولات والأشهر والأكبر في دول الخليج. صفية بدأت تحكي له على كل حياتها الخاصة العائلية، ولات بيناتهم علاقة حب، وتعلقت به لدرجة كبيرة. شافته إنسان طيب وحنين عليها. زياد ماشي من النوع اللي يتمسخر بالبنات الناس، قال لها إذا راكي قابلة تتزوجي بيا لأني والفتك لدرجة كبيرة. وحتى هو زياد تعلق بصفية وشافها المرأة المناسبة أنه يديرها مرته. صفية أكيد قبلت، وجاها من السعودية للمغرب وتزوج بها. زياد أول شرطه لصفية أنه تحبس من الخدمة، لأنه زياد قال لها أنه حنوفر لك كلش وما تسحقي حتى حاجة تروحي تخدمي على جالها. أكيد صفية قبلت وحبست الخدمة. زياد شرى لها شقة فاخرة وفرشها وقال لها هاد البارتمان نقعدوا فيها غير مؤقتا، غير كان حبط للمغرب في الوقت اللي نخدم لك لا أو الكواغت ديالك ونطلعوا للسعودية. بعد شهر من الزواج زياد رجع للسعودية. صفية بعد ما سافر زياد جابت خدامة تقعد معاها من 10 تاع صباح حتى ل4 تاع العشية، ومرة تروح ليماها ولا الأخ ديالها يطلوا عليها هي تانيت. واحد نهار صفية قررت أنها تدير شوية إصلاحات في دارها، جابت الخدامين والسباغين وخدمت الشقة ديالها. وهنايا تعرفت على جارتها اللي أنفاس ليها تانيت. صفية ولات جارتها هي صاحبتها، تحكي لها كل حاجة على حياتها، على راجلها، وعلى حتى على حياتها الشخصية. وهنايا عرفت جارتها أنه صفية متزوجة بخليجي سعودي مرفه، يعني هو أصلا بان عليها على صفية من هذيك الشقة وهذاك الفراش اللي عندها في دارها. الخدامة اللي تخدم عندها صفية واحد نهار جات على 10 كالعادة، دغدغت على الباب، ولكن صفية ما فتحتش الباب للخدامة. هنايا استغربت هاد الشي، لأنه صفية لما تروح لكاش بلاصة وما تكونش في الدار تعيط لها وتقول لها ما تجينيش. الخدامة بعد ما صفية ما فتحتش الباب عاودت ولات راحت لدارهم. بعد ساعتين الجارة التاني راحت عند صفية، بدات تدقدق في الباب، ولكن حتى واحد ما جاوب. عيطت لها في التليفون، ولكن لقات تليفونها طافي تاع صفية. على 7 تاع الليل جا ليها خوها علي، بدا يدقدق ولكن ولا واحد ما جاوب. خوها عيط لها تاني في التليفون ولكن تليفونها طافي. وقعد يدقدق، سمعت الجارة الدقديق تاع خوها وخرجت ليه وسقساته على صفية. قالت له انه دقدقت على 12 وعلى 4 تاع العشية، ولكن صفية ما كانتش. انا قلت بالك راهي عندكم عند يماك.
علي قال لها من البارح ما شفناهاش. علي هنا عيط للأم ديالو، قال لها من قبل وانا نعيط ندقدق لصافية ما تجاوبش. هل شفتي صافية اليوم ولا قالت لك راحت لكاش بلاصة ولا؟ الأم قالت له لا لا، ما قالت لي والو. هنا الأم تخلعت على بنتها وراحت تجري لعندها، خافت إذا صار لها كش حاجة. الأم تزير قلبها وراحت مباشرة للشرطة، ولكن الشرطة قال لهم لازم حتى يجوز 24 ساعة باش نقدروا تقدموا بلاغ بالاختفاء. صافية ما اقتنعتش بالهضره تاع لابوليس، قالت لهم انه حاسه انه بنتي صار لها كش حاجه، تعاونوا معايا وروحوا معايا نحلوا الباب تاع دارها. ولكن الشرطة ما حبوش يروحوا. مع الصباح ربي صافية صبحت عليهم، قالت لهم دوك تجوا معايا. غادوها راحوا معاها وحلوا الباب، وهنايا يلقاو الكارثة والمصيبة قدامهم. صافية غارقة في دمها فوق السرير ديالها. لما شافها لأول مرة لقاوها بلي طعنات قاتلة في كل الجسم ديالها، وحتى خزانتها كانوا البيبان مكسرين والبيت كامل مقلوبة. الأم انهارت ودخلت في انهيار وبكاء هستيري، ما كانش تتوقع هاد الشي صار لبنتها، وحتى في أسوأ الحالات ما توقعتش هاد السيناريو. وحتى أخوها بدأ يترعد وخاف ودخل في حالة صدمة. الشرطة هدأت الأم شوية وقالوا لها شوفي إذا كاش حاجة تسرقت من الدار. لما شافت الأم قالت له أنه الذهب تاع بنتي ما كانشو، حتى الذهب اللي كانت لابساته ما كانشو، يعني ذهبها كامل تسرق، وحتى اللي كانت قلت لكم لابساته تسرق. يعني الشرطة تأكدت أن الدافع هو السرقة وتحول لجريمة قتل. جت الشرطة العلمية وجمعت كامل الأدلة والبصمات من مسرح الجريمة. أداة الجريمة ما لقاوهاش، ولكن الحاجة الغريبة في القضية أنه الباب ماشي مكسر وماشي مخبش ولا واجه. حتى الشرطة باش جات كسراته باش تفتح عادي، يعني صافية حلت الباب لواحد الشخص تعرفه ولا كان عنده الدوبل تاع المفاتح. شكون هاد الشخص اللي دار هاد الشي كامل في صافية؟ سقساو الجيران عن أي شخص غريب دخل للعمارة. الجيران كامل شهدوا أنهم ما شافوا والو. الشرطة هنايا نقلت الضحية لمصلحة الطب الشرعي، وأول واحدين بداو معاهم التحقيق هما الأخ والأم تاع صافية. صافية قالت لهم أنه آخر مرة شفت بنتي عندها يومين جات لعندي، وحتى أخوها قال لهم أنه جيت لعندها على 7 للبارح، قعدت معاها شوية ورحت وخليتها لبس عليها. الشرطة جابوا الخدامة تاع صافية وقالت لهم أنه آخر مرة شافت صافية للبارح خدمت معاها، قالت لهم حتى 3 تاع العشية وجيت البارح ولكن ما فتحتش. قالوا لها اسكو صافية عطت لك الدوبل تاع المفاتح؟ قالت لهم لا لا، صافية عمرها ولا عطت لي المفاتح تاع دارها. الخدامة تاع صافية قالت لهم أنه جارة صافية كانت كل يوم تدخل عندها وتقعد معاها وتقصر، معظم الوقت تاع صافية كانت تجوزه مع الجارة تاعها. وحتى الجارة راحوا جابوها وفتشوا دارها ولكن ما لقاو والو ضدها. جارة صافية قالت لهم أنه صافية تتعامل مع واحد التاجر لما تسحق حاجة تعيط له غير في التليفون ويقضي لها واش خصها. وحتى الجار هنا التاجر هذاك سقساوه وقالوا له أنه واش هي علاقتك بصافية. قال لهم أنه صافية كليونت ديالي وراجلها قبل ما يسافر للسعودية وصاني عليها، قال لي أي حاجة تسحقها تجيبها لها وتديها لها. التاجر هنا كان خايف بزاف، ولما شافوا هكاك زادوا ضغطوا عليه وقالوا له بالك انت اللي قتلتها. يومين وهو في التحقيق، وحتى داره والحانوت ديالو فتشوهم ولكن ما لقاو والو. وهنايا يخرج تقرير الطبيب الشرعي وقال أنه صافية تقتلت على الوحدة تاع الصباح وصافية قاومت القاتل ديالها. الشرطة سقساوه وين كنت على الوحدة تاع الصباح؟ قال لهم كنت في داري راقد، أنا متزوج وعندي ولادي. هنايا تأكدوا أنه ما عنده حتى علاقة بالجريمة. الشرطة لحقت الطريق مغلوقة، شكون هاد الشخص اللي دار فيها صافية هاديك الحالة؟ الشرطة وسعت التحقيق ديالها وعرفوا أن صافية جابت السباغ لدارها قبل حدوث الجريمة بشهر. لما راحت الشرطة لدار السباغ خرجوا والديه سقساوهم على أحمد، قالوا لهم بلي حمد ما كانشو.
قالوا له غير الخير وش كاين؟ بابا حمد قال لهم أن وليدي عنده يومين من اللي راح عند صاحبه للريباط. الشرطة قالت للأب دوك تجي معانا تورينا دار صاحبه، وليدك راه معاهم ولقاوه في دار صاحبه كما كان الحال. رفدوهم الشرطة للزوج هو وصاحبه وداهم لمركز الشرطة، بداوا معاهم التحقيق. قالوا لهم وش هي علاقتك بصفية؟ قالوا لهم عندي شهر من اللي خدمت لها وصبغت لها الدار، خلصتني ورحت وما كان حتى علاقة بيني وبينها. هنا يا صاحب حمد قالوا لهم أنه حمد لما جاني اليوم الأول ما كانش طبيعي، كان مقلق وكان منيرفي وكان غايس وقاعد غير يتكيف، وكي سقسيته وش بيك قال لي راني عيان برك. ولما راحت الشرطة تفتش دار صاحبه وحتى دار حمد ما لقوا والو. الشرطة هنا قعدت حيرة وبدلوا طريقة التحقيق وبداوا يفتشوا في ماضي صفية. هل صفية قبل ما تتزوج بهذا السعودي عندها علاقة شاب واحد آخر، ولا عندها علاقة براجل آخر وزوجها في السعودية ما كشوا معاها؟ هنايا الشرطة بدأت التحقيق ودارت خطة أنهم يراقبوا الأخ تاع صفية والخدامة والصباغ وأم الحانوت، أنهم يراقبوهم غير من البعيد. بعد 15 يوم وهم يعسوا فيهم، واحد نهار حمد الصباغ صباح ربي خرج ركب الموطو ديالو والشرطة تعس فيه غير من البعيد. راح لواحد الغابة، حط الموطو تاعو قاراها وطلع يمشي داخل الغابة. لحق لواحد البلاصة بدا يحفر فيها حتى جبد واحد الصاك محمر بالدم. هنا الشرطة شدوه متلبس، ولما حلوا الصاك لقاوه معمر بالذهب والدراهم. مباشرة ادوه لمركز الشرطة وقالوا له عاود لنا كيفاش قتلت صفية. حمد هنا ما عنده وين يهرب وما عنده غير حل واحد انه يعترف. قال لهم انه لما كنت نصبغ لصفية جارتها هدية قاعدين يهضروا وانا كنت نتصنت ليهم. قالت لجارتها انه راجلي بعت لي الدراهم بزاف وراح نشري صاك معمر غير بالذهب، عندي دراهم وصاك معمرين داخل الخزانة. حمد لما سمع بالدراهم وصاك معمر غير بالذهب وش دار؟ كانت صفية حاطة المفاتح تاع الدار معلقين. حمد راح ادالها وسرق لها واحد من هذوك المفاتح لأنه كانوا فيها 4 مفاتح قاعدك تاع دار صفية. وصفية المصيبة هنايا ما فاقتش أنه خصها مفتاح واحد. بعد ذلك بعد شهر وهو يخطط حتى جرت ليلة الجريمة، حل الباب لقى صفية راقدة في شنبرتها، بدا يضرب فيها. بعد ما كمل الجريمة تاعو خرج ودا هذاك الصاك والدراهم اللي معمرين بالذهب. هذا هي نتيجة لدير الثقة، والمحكمة حكمت على أحمد بالمؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط، يعني طول حياته حتى يموت في الحبس. هذه هي قصة صفية، وهذه قصة اللي حلف بزاف فمو أسرارك دائما عندك، حتى أقرب المقربين ما لازمش يعرف بحكايتك. شوفوا من الجارات الصباغ كل واحد عارفين بصفية والطمع عمى قلبه ودار هاد الشي في صفية. صفية ربي يرحمها إن شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا وصلتوا لهذه المرحلة من الفيديو نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتديروا لي غير جيم يا سيدي. هذا ما كان، مع السلامة، فيديو آخر بحول الله.